امهات كتير بتتكلم عن ان اللبن بتاعها قليل او اللبن بتاعها خفيف ومش بيشبع الطفل، والطفل يعني شايفاه ان هو وزنه قليل او مش بيشبع لان هو بيعيط كتير، وكل ما بتديله بياخد، فهو كده يعتبر يعني جعان، فهي شايفه كده. احب اصحح المعلومه. اولا الطفل ما بنقولش ان اللبن خفيف او ما بيشبعش الا اذا وزناه ولقينا وزنه ما بيزيدش. خلاص، ده رقم واحد. الطفل مش معنى انه بيحرك بقه ناحيه الرضاعه فده كده جوع، لا، هو متسطب كده. هو الطفل اي حاجه ناحيه بقه هيشدها على بقه على طول، فده مش جوع، ده هو ربنا مخليه كده عشان يرضع. خلاص. انما المعيار بالنسبه لي هو ان وزنه يكون بيزيد. انت كأم هتقولي لي طب ازود لبن ازاي؟ هتزودي لبنك ازاي؟ اشربي سوائل كتير جدا، خدي فيتامينات حديد وفيتامين د. خلاص. هيقعدوا يضحكوا عليك ويقولوا لك كلي عسل مش عارف ايه وتتخني كلام فاضي. كلي اكلك العادي خالص. اهم حاجه السوائل وفيتامينات، وتحاول تنامي كويس. انا عارف ان ده صعب في ظل وجود طفل جديد. خلاص. انما قصه اللبن خفيف اللبن مش خفيف، لا، امهات كتير تيجي تقول لي الواد خاسس ولبن خفيف، اجي اوزنه الاقي الواد داخل في سمنه ووزنه بيزيد بمعدل سريع جدا عشان بتدي له لبن صناعي ولبن طبيعي مع بعض وهو مش محتاج. فاجابه سؤالك هو الميزان. الميزان نوزن ونشوف. شكرا.